كزبرة، ممكن تحطوا على فكرة كرفس بيبقى رائع، بصل، طماطم، كمون، وكزبرة ناشفة، وانا حاطه كزبرة خضراء، وحطيت طبعا توم، وحطيت بقى ايه خل وليمون وملح، وكمان حطيت مستردة. لو عندكم مستردة بتنقلوا نقلة تانية خالص، لكن هي اختيارية. هقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، وادوق واظبط الملح بتاعي. اظبطه بقى ايه، يا اما ادوق في المية يا اما ادوق الخضار ده كويس كده واشوفه طعمه عامل ازاي. اتاكد من ان الثوم واضح، اتاكد من ان الخل والكمون والكزبره كلهم واضحين، والثوم، كل الكلام ده يبقى تمام جدا. السمك المشوي يا جماعه عاده بيبقى الكبير، او الناس بقى السواحليه زي الضميطه تقريبا، حد كمان كده بيحبوا اللي هو اسمه شبارة، بيبقى قد كف الايد كده، او مشط. المهم انا جبت طبعا السمك ده، حوالي السمكية بتبقى عاملة كيلو، وببتدي احط فيها، نضفتها طبعا وغسلتها كويس جدا، وابتدي احط الحشو بتاعنا. نصيحتي ليكم لو انتوا لما تيجوا تعملوا السمك المشوي ابداوا بيه هو الاول، حطوه كده في التتبيله على ما تعملوا الرز وتحمروا له البصله بتاعته والكلام ده كله، خليه يقعد في التتبيله كده شويه. تمام. عايزين بقى تحشوا كده الكميه البسيطه دي، اوكي، عايزين تملوها براحتكم تماما. بعد كده بجيب شوية الردة بتوعي، الردة دي اللي هي نخالة القمح، وببتدي اجيب على الرخامة بتاعتي او على بتاع البلاستيك دي، القرمة اللي هي المخصوصة للسمك يعني، وببتدي احط الردة بتاعتي وابتدي انزل السمك. اولا السمك عمر الردة ما هتمسك فيه لو كان ناشف، فبنعمل ايه، بنحط كف ايدينا تحت المية زي ما وريتكم كده في الاول، وببل السمكية بايدي يمين وشمال، وابتدي احط عليها الردة. اضغط عليها على طول، هي على طول هتقفش وهتمسك في الردة بتاعته، وهتمسك في السمكية على طول. بصوا شايفين، قلبت الناحية التانية وشفت ايه اللي ما كانش موجود، واضغط ضغطة حلوة كده، واشيل الزوايد منها، بس مش اكتر من كده. تمام. واتاكد انها كلها اتغلفت تماما بالرده بتاعتي كويس، وانفض تنفيضه بسيطه كده، واشيل ايه الرده. تمام كده. اهي مره كمان باكد عليكم ان احنا لازم نبل ايدينا بالميه ونمسح السمكيه بتاعتنا كويس، لان مش هينفع نحطها تحت الحنفيه علشان التتبيله اللي احنا حاطينها. وابتدي احط كده الرده بتاعتي، واتاكد واضغط عليها كده، واتاكد انها من كل اتجاه تمام كده معانا، ومش مفيهاش اي مشكله خالص، وكله متغلف كويس جدا بالرده بتاعتنا. في الوقت اللي انا بعمل فيه السمكية كده وبحطها في الردة، انا حاطه حاجه ما بتلزقش، يا اما صاج فرن بس هيمرمط لكم البوتاجاز وهتمسكوا السلكه وهيطلع عينكم معلش فيها، يا اما صينيه زي كده اهو تكون ما بتلزقش، او طاسه ما بتلزقش. اسخنها كويس من غير ما احط فيها اي زيت، واسيبها 10 دقايق على الاتجاه ده و10 دقايق على الاتجاه التاني، 10 دقايق بالظبط. اظبطوا الساعه بتاعتكم. 10 شايفين دقايق شكلها بالظبط. بعد ال10 دقايق عامل ازاي؟ قلبت وحطيته على الاتجاه التاني، هو كمان 10 دقايق. هو كمان عايزين تغمقوا عن كده وتحطوا على الجناب براحتكم، بس على فكرة مش محتاجة خالص. اعملوا بس الطريقة دي وشوفوا دلوقتي اللي هيحصل ايه بالظبط. 10 دقايق برضو على الاتجاه التاني. بصوا مفيش دخان، مفيش حاجة، مفيش مرمطة بإذن الله خالص. طيب، على ما ال10 دقايق دول كنت انا عملت بقى ايه، عايزة المية دي تكون مملحة شوية، يعني ما يكونش ملحها مظبوط. حطيت ملح، حطيت كمون، حطيت كزبره، حطيت خل، حطيت توم، حطيت كزبره خضرا تاني، وحطيت شويه كانت بصل وطماطم كده باقيين من الحشو. عايزاها تكون التتبيله دي عاليه شويه. ليه بقى؟ انا في مدرستين، في مدرسه بتقولك طلعوا السمك المشوي وحطوه فيها بعد ما يطلع كده وسيبوه دقيقتين، او انا بقى بفضل الطريقه دي احسن بكتير مليون مره. امسك الميه ادلقها على السمك على طول، واغطي واهدي النار حوالي 5 7 8 دقايق زي ما انتم عايزين. هيطلع معاكم طري وشارب من المية والتمليحة. يا خبر ابيض على الجمال. بصوا الشكل اصلا عامل ازاي، بصوا الرز طلع لونه عامل ازاي. زي ما قلتلكوا البصل عايزين تفتحوها عن كده براحتكم، لكن والله ما محروقة. بصوا السمك طري ازاي. السمكية وزن كيلو، انتم متخيلين؟ الموضوع كله على بعضه بتاع 25 27 دقيقة. جمال ما بعده جمال حقيقي، بجد بجد. هفتح لكم دلوقتي وهتشوفوا شكلها من جوه مستويه، ولا ليها لازمه اوقفها على راسها، ولا ليها لازمه اوقفها على جنبها. بصوا الشكل. بطلوا تشوفوه من بره، اعملوه في البيت، ما بيبهدلش الدنيا، مفيش دخان، مفيش اي مرمطه خالص. زي ما قلت لكم، المرمطه الوحيده لو عملناها في صاج فرن علشان هينزل على البوتاجاز، انما زي صينيه زي اللي انا كنت عامله فيها دي ما بتلزقش، مفيش اي حاجه. بصوا عامل ازاي. طبعا انا رجعتها مكانها عشان مش عايزه مرمطها. بصوا من عند الراس
اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.